السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نصليو على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم جيت بغيت نشارك معاكم واحد الكيكة اللي كتجي يا سلام، واي واحد من اول تجربة كتستقلو. ولكن انا بغيتكم تكملوا الفيديو حتى الاخر، لانني كنت في الكيكة توليت غادية شادة الطريق في الليل، وبغيت هاد الفيديو تكملي، خصوصا نتيا اللي كتشوفي فيا واللي كتفرجي فيا. بغيتك مزيان هاد الفيديو خصيصا ليك، كملي حتى الاخر باش تفهمي اشنو اللي وقع ليا من بعد الكيكه. الكيكه غزاله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي داقها عندك غيقولك اشنو درتي فيها. لهذا تنقول لك كملي الفيديو حتى التالي، شوفي المقادير وشوفي اش وقع ليا انا وراجلي حتى وليت شاده الطريق في الليل. بسم الله، على بركة الله. هنايا البنات كما تشوفوا معايا عندي 4 ديال البيضات، يكونوا شويه كبار ويكونوا بحرارة المطبخ، يعني تيكونوا دافين، ما يكونوش في الثلاجة. البنات ملي تيكونوا في الثلاجة هما ولا الحليب راهم هما اللي كيتهبطوا لكم الكيكة. درت هنايا واحد القبيصة ديال الملح، غادي ندير هنايا واحد الكاس لاروب ديال السكر سنيدة. نتوما السكر على حسب، بغيتي تعمري الكاس عمريه، انايا تنفضل تكون ناقصة حسن. واحد الشاصية ديال الفاني اختيارية، بغيتي ديريها ما بغيتيش ديريها كاين حتى شي مشكل. كما تشوفوا معايا هنا البنات، ممكن تطربوا بهذا الطراب الكهربائي، ممكن ديروه في المونيميكس، اولا ممكن تطربوا غير بيديكم، لان هاد الكيكه كتجي ناجحه ما شاء الله. وحاولت انني نمشي معكم خطوه بخطوه، لان داخلين عندي بنات باقين مبتدئات، باقين يلا كيتعلموا داكشي باش كنمشي معكم بشويه البنات باش كلشي يستافد. عندي كاس ديال الزيت، اولا ممكن ديروا كاس ديال الزبده. كنعطيكم انا جميع التفاصيل باش الا ما كان هادي ممكن ديروا هادي. بقيت كنطرب على هاد الطريقه هادي كما تشوفوا. عندي هنايا البنات واحد الكاس ديال القهوه سريعه الذوبان، درت الماء دافي ودرت فيه واحد المعلقه صغيره عامره حتى داب ليا مزيان، دابت ديك القهوه صافي وخلطتها، وغادي نبقى نزيد فيها بشويه بشويه كما تشوفوا. ممكن اللي ما عندوش القهوة سريعة الذوبان ممكن ديري القهوة العادية ديال الدار، ما تكونش غير المعشبة ديال العشوب، غير العادية. ممكن ديريها في القطارة هكايا، اولا ديريها في كاسرونة وتصفيها. ممكن تخدمي بهم كاع بهم بجوج بهم، يا ديال الدار يا هذه سريعة الذوبان. صافي وكتبقاي هكايا تبقاي مع التحريك المستمر، اولا نتيا كطربي ونتيا كتزيدي في المقادير ديالك. هاد الكيكه البنات ديال تختي الله يحفظها ويخليها ليا، كتجي ولا اروع، لا في الشكل ولا في المنظر. عندي هنايا مشيت معكم كاس بكاس حتى تشوفوا يعني بعينيكم انني ما بغيتش نقطع الفيديو وتشوفوا كل شيء ان شاء الله. دقيقه البنات، دقيق الفورص، هذا الكاس الثاني. بعد ما الدقيق غربلته مزيان عاد حطيته كندير فيه دقيق. والخمارات البنات ضروري خاصهم يتغربلوا، الا ما تغربلوش راه هما اللي ما تيجيكمش الكيكه زوينه. الكاس الثالث. عندي هنا البنات هاد الخماره كتوزن 15 غرام، وغادي نزيد جهد معلقه صغيره اخرى بحال جوج خمارات
الناس اللي كيتفرجوا فيا ديال المغرب، ونص اولا كما شفتوا هذه ديال 15 غرام، وهذيك الاخرى كنزيدوا فيها النص ديالها، تقريبا جايين شي 3 الخمارات. وعندي هنايا هاد الشوكولات حبيبات الفيرميسيال، ضروري كديروه، كيجي كيتواتى مع المذاق ديال القهوة البنات غزال ما شاء الله. عندي هنايا القرقاع البنات بعد ما دوزته في الطحين ودرتو انايا في الوسط ديال العجين، ولكن هو صراحة هو كيتزين به. انا بحكم اختاريت هاد المول هذا، يعني ما يمكنش غتزيني لان هذا مزين راسو. نتوما الا درتو داك المول اللي هو عادي، راكم غادي ديروا داك القرقاع من الفوق، شدوا القرقاع وديروه من الفوق البنات. هزات ليا البنات 3 ديال الكيسان ديال الفورس ديال الطحين. صافي هنايا ديتها للفران على 180 درجة، شعلته من التحت حتى طابت، وعاد شعلت من الفوق. هانتوما البنات راه كتجي منفوخة، وشوفوا ليا اللون ديالها بداك اللون ديال القهوة. صافي هنايا البنات انايا رانا قلبتها سخونة، خليوها حتى تبرد، لانني انا ماشي صايبتها للدار ديالي، كنت غادي عند واحد السيدة، داكشي باش قلبتها باقا سخونة شوية. صافي هنايا نتوما لكم الاختيار، بغيتو تخليوها غير هكايا تخليوها، بغيتو تزينوا انا زينتها بهاد الكراميل، نتوما بغيتو تخليوها بغيتو تزينوها ما كاين حتى شي مشكل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. لحد الساعه هنايا رانا بخير ولا خير، ما كاين حتى شي مشكل، كلشي في امان الله. لبست حوايجي مشينا تغدينا عند السيده ما شاء الله كلشي داز زوين. ولكن الوقت اللي فاش انايا خارجه مع ديك 5:15 الزوج ديالي كيجي في التران، كنمشي كنتعرض ليه غير هنا في الفيلاج اللي انا ساكنه فيه. صافي يعني تقريبا شي 10 دقائق هكا تنجيبو تنجي للدار. قلت انا ملي كاينه عند السيده ما نبقى نتسنى تما حتى يوصل. تعيط ليا قال لي يا بنتي رانا، قال لي واحل في الطريق ما كاينش اللي يجيبني، جيت من الخدمه الترانات حتى شي واحد ما خدام، كلشي مكانش يلي. علاش؟ لانه كان عندنا الاضراب، كاع الترانات كلهم ما كاينينش. داكشي باش بغيت نقول لك هنا في هذا الفيديو، البيرمي ثم البيرمي ثم البيرمي، شي حاجه اللي هي مهمه وشي حاجه اللي هي ضروريه. اش غادي نقول لكم البنات، كأن بحال الماكله ولا الشراب ديال الماء في هذه البلاد السعيده، الا ما عندكش البيرمي كأن ما عندك حتى شي حاجه. اقسم بالله من ناحيه رجليك راكي زحافه، ومن ناحيه حياتك اليوميه راه بحال ناقصك شي حاجه كبيره في حياتك. وشابو كبير كاع العيالات اللي كيسوقوا في هذه البلاد. انا راجلي دابا وحل، الناس يعني الاغلبيه الرجال وداكشي كلشي خدامين، عرفتو مسكين لقيتو طالع ليه واحد الدم واحد الدم واحد الدم، لا حول ولا قوه الا بالله. علاش؟ لان عنده مشكل تا هو ديال البيرمي، والدار تاعيا وما استطاعش انه يصايبو، وباقي لحد الساعه راه مسكين كيتضارب. ما خلاو مشاو ليه فلوس وقرا البيرمي وداكشي. البيرمي شويه صعيب هنا في ايطاليا، ولكن هو يدير محاولات. لهذا تنقولك هاودني منك اللي جايات للطاليان يديروا البيرمي، واللي كاينات هنا وعندهم اللغه يديروا البيرمي، لان كيكونوا بعض المواقف اللي ضروري يعني خاصك توقفي. مثلا راجلك مرض، كنتي غادي تيويه في الطريق، لا قدر الله جاتو شي سخفه جاتو شي حاجه، تحوليه للكرسي الاخر وتبلاصيه وتسوقي. كاينه في دارك ووقعت شي حاجه، حنا عايشين في الدنيا والافات كاينين. دائما البيرمي البنات راه شي حاجه مهمه وضروريه كما قلت لكم. وشديت الطريق ومشيت 3 ديال البايزات باش انايا مشيت شديت الطريق، ديت معايا بنياتي ومشيت وجدت راجلي وجيت. ولو تكون حتى الوحده ديال الليل نشد نلبس باطي ونمشي وما نخليش راجلي يتكرفس.
لأنه هو مسكين ماشي ضارب تمارة، ضاربها على قبلنا حنا، وأنا معاه ما نقدرش نخليه. أقسم بالله لقيته في واحد الحالة وفي واحد العصاب، يعني ما عنده حتى شي حل. والحمد لله ملي تصاب عندي بعدا البيرمي وقدرت أنني نمشي ولو الظلام والليل والطريق والترافيك، الحمد لله ما ضرنيش داكشي، حتى حاجة ما ضرتني. علاش؟ لأنني مشيت جبت راجلي وعلى راسي من الفوق، عينيا نعطيهم ليه لأنه يستاهل، ونعم الزوج. لهذا تنقول لك البيرمي ثم البيرمي ضروري خاصو يكون عندك، لأن في هاد البلاد هادي منك راجل منك مرأة، ولو يكون عندك راجلك كاينين بعض المواقف خاصك تكوني فيهم راجل، بزز منك ما كتختاريش نتيا. والحمد لله والشكر لله. لهذا هاد الكلام موجه لك نتيا بالخصوص اللي ما عندكش البيرمي واللي كتفرجي فيا. وتنقول لكم تبارك الله عليكم ولا لا يخطيكم عليا، وحاولوا تتبعوا الفيديوهات ديالي حتى التالي. ومن كل قلبي تنتمنى انني نكون انايا ولا الفيديوهات ديالي خفاف ظراف على قلوبكم، واي حاجه كنقولها لكم الا وتنعطيها لكم من القلب، انني ماشي كنجي كنهضر من الفراغ. داكشي اللي كنعيشو في الحياه ديالي اولا الوصفات اللي كنعطيكم انني كنستعملهم وكنديرهم في داري ولوليداتي. بعلاش؟ بكل مصداقيه كنعطيكم الحاجه، ما كان اللي خلاها ما كنافقكمش. يلا تنقول لكم تبارك الله عليكم، وكملوا الفيديو حتى للتالي، وبقاو تفرجوا في الفيديوهات ديالي، وحاولوا تشجعوني باش القناه تزيد لقدام ونعطيكم اكثر، ولا لا يخطيكم عليا. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.